كلنا في الأيام الأخيرة شفنا الفيديوز اللي كانت قلبة السوشيال ميديا، اللي هي بتاعت ال AI والهزار ما بين الناس وأهلها، وإن في حد واقف على الباب وحد دخل وحد بيقول ده يعرفكم وقال لنا الأوصاف ويصوروا لهم الصور دي وهي على الباب وهي جوه قاعدة في الصالة وهي قاعدة في أوض النوم. على الرغم إن الموضوع ده يبان ان هو كوميدي ومضحك والناس كتيرة كانت بتضحك عليه، بس الموضوع لو ركزنا فيه شوية هنلاقيه ان هو الموضوع مرعب جدا، مرعب لدرجة ان انت ممكن تزيف الحقائق وتلعب بالناس. والتطور اللي شهده ال AI في خلال الكام شهر اللي فاتوا، مش خلال الكام سنة، بقى مرعب جدا، والناس ممكن يضحك عليها بسهولة جدا، وتلاقي فيديوهات معمولة بالاي اي والناس متفاعلة معاها ومصدقاها ومفكرين ان ده حقيقة ويشيروا ويبعتوا لبعض. فاحنا لازم ناخد بالنا من الموضوع ده، ولازم نستثمر في نفسنا علشان نعرف نفرق ما بين الحاجات اللي جنريتد بالاي اي والحاجات الحقيقية. ومش اي حاجة نتفاعل معاها، مش لازم اي حاجة نتفاعل معاها الا لما نتأكد من ماهية الحاجة دي وهل هي حقيقة ولا لا. يعني ايدينا احنا مش هتاكلنا لو احنا ما تفاعلناش مع حاجة على السوشيال ميديا، لانه الموضوع مش مجرد تفاعل، الموضوع مجرد ان انت ممكن بدون قصد تنشر حاجة غلط. ممكن بدون قصد تلاقي فيديو معمول لشخص معين وتصدقه وتنشر الموضوع ده وتعمل إشاعة عن الشخص ده، وايل ان الفيديو ده مش حقيقي وان الفيديو ده معمول بالاي اي. يعني احنا كنا زمان بنقول مش اي حاجة على النت تصدقها، ودي كانت على الحاجات اللي هي بتتكتب، وما تصدقش اي حاجة مكتوبة عن حد غير لما تسمعها او تشوفها منه ويطلع كده بالصوت والصورة. الموضوع دلوقتي اتطور ان انت حتى لو شفت حد طالع بالصوت والصورة بيتكلم، ما تصدقش الموضوع ده غير لما برضو تتأكد ان الشخص ده فعلا حقيقي، مش AI ومتاخدة صورته ومعمول عليها فيلم. فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده، ولازم نستثمر في نفسنا، وان يعني اللي وصلنا له في خلال كام شهر دول، تخيل معايا بعد 3-4 سنين هيبقى الوضع معمول ازاي، او هيبقى الوضع شكله ايه ساعتها. تخيل كم البيوت اللي ممكن تتخرب علشان مجرد ان صحابها جاهلين بالاي اي، وكم الفيديوهات اللي ممكن تتلفق بصورة وتتبعت لأي حد علشان يوقع ما بينه وما بين زوجته، يوقع ما بينه وما بين أهله، يوقع ما بينه وما بين أي حد هو عزيز عليه. وده بسبب الجهل. فالعلم ثم العلم ثم العلم، ولازم نستثمر في موضوع ان احنا نتعلم. مش لازم نتعلم AI بس، نتعلم ازاي نفرق ما بين ال AI والحقيقة، ونتعلم ازاي ان احنا نمسك اعصابنا شوية، ومش لازم كل حاجة نتفاعل معاها على السوشيال ميديا او لازم كل حاجة نشيرها، علشان احنا داخلين على يعني كام سنة كده ربنا يستر عن اللي احنا ممكن نوصله لو الناس ما استثمرتش في نفسها وبدأت تتعلم يعني ايه AI، وازاي ان ممكن حاجة تتلفق لحد وتشوفها تحسها ان هي زي الحقيقة بالظبط. حبيت ان انا اعمل الفيديو ده علشان احذركم، علشان اقول لكم ما تتأخروش في الموضوع ده، وابدأوا من دلوقتي وركزوا جدا. سلام.